وطلب دفاع وتم عرض الفيديو بالفيديو مش قادر يشيلها. وقرر انه هو مصور الفيديو. اعمل يا استاذ. اتفرج وبعدين ما تبعش احسن ما تبص دلوقتي. على تعذيبه وهو متهم وشارك في تعذيب كل المتهمين الموجودين حاليا يا فندم. اولا يا فندم انا قدمت 19 فبراير 2016 رحت يا فندم على مكتب وزيرنا اتعرضت لابشع انواع التعذيب. اتعرضت يا فندم لابشع انواع التعذيب. انا اول ما دخلت وزيرنا يا فندم كنت لابس قميص ولابس كاب ولابس فانلة ولابس بنطلون وبوكسر. والله اللبس كله اتقطع. اللبس كله اتقطع قبل ما ادخل على الوقت اللي هتعذب فيها. يا فندم احنا كنا بنتعذب في السواعد الكهربائيه يعني في اماكن حساسه جدا. يا فندم انا كنت داخل وعين يمين كويسه، انا عين اليمين الان شبه ما بشوفش بيها. عين اليمين الان انا ما بشوفش بيها خالص. بشوف بيها ما بشوفش خالص. بالشده التعذيب اللي اتعرضت ليه في وزارتي. انا اخذت 7 ساعات متواصله يتعلق على باب وتتعلق على حاجه كانوا بيسموها الشوايه. يا فندم اخذت 15 يوم. لا نتيجه اقرار. كل الكلام اللي قلته يا فندم كان نتيجه اقرار واملاء. انا اخذت 15 يوم كنت بسمع الكلام ده قدام الساده الضباط والعيون متغنيه. وللاسف يعني يا فندم للاسف نهايه النيابه ما كانتش حياديه، لان انا لما رحت النيابه قلت لالياس بيه اللي كان موجود معايا في الفيديو، يا الياس بيه انا بتكلبش خايفي وبنام ولا بتكلبش خايفي ولا تعبان. قال لي بالظبط يا فندم امال هتعمل ايه في بعيني؟ يا ريس يهدي صوته عشان يكتب بس كل الكلام ده مهم. رحت الياس بيه يا فندم بعدها بيوم بقول له انا عيني تعبتني من كتر الغنايه، انا عيني تعبتني من شده التعذيب، الغنايه الغنايه انا عيني اليمين دلوقتي ما بشوفش بيها. قال لي الغنايه بتدعو التامل والتفكر. كان بيرد عليا ودي استفزازيه، وكان للاسف يعني هو كان مشارك في اللقاء اللي كان بيتم عليه بالنظر. انا اخذت فتره تحقيق كلها يا فندم في الجبل الاحمر. انا رحت النيابه يوم 5/3 قدمت 19 فبراير، رحت النيابه يوم 5/3 طلعت من النيابه على معسكر الجبل الاحمر لحد يوم 30/3 25 يوم يا فندم. كانوا ضباط امن الدوله في